بلغني أيها الملك السعيد أن الغولة لما سمعت دعاء ابن الملك انصرفت عنه، وانصرف ابن الملك إلى أبيه وحدثه بحديث الوزير، وهذا ما كان من أمره. وأنت أيها الملك متى آمنت لهذا الحكيم قتلك أقبح القتلات، وإن كنت أحسنت إليه وقربته منك فإنه يدبر في هلاكك. أما ترى أنه أبرأك من المرض من ظاهر الجسد بشيء أمسكته بيديك، فلا تأمن أن يهلكك بشيء تمسكه أيضا. فقال الملك يونان: والله لقد صدقت، فقد يكون كما ذكرت أيها الوزير الناصح، فلعل هذا الحكيم أتى جاسوسا في طلب هلاكي، وإذ كان أبرأني بشيء أمسكته بيدي فإنه يقدر أن يهلكني بشيء أشمه. ثم إن الملك يونان قال لوزيره: أيها الوزير كيف العمل فيه؟ فقال له الوزير: أرسل إليه في هذا الوقت ثم اطلبه، فإن حضر فاضرب عنقه فتكفي شره وتستريح منه، واغدر به قبل أن يغدر بك. فقال الملك يونان: والله لقد صدقت أيها الوزير. ثم إن الملك أرسل إلى الحكيم فحضر وهو فرحان ولا يعلم ما قدره له الرحمن، وكما قال بعضهم في المعنى: يا خائفا من دهره كن آمنا، وكل الأمور إلى الذي بسط الثرى، إن المقدر كائن لا ينمحي، ولك الأمان من الذي ما قدر. فلما حضر الحكيم رويان قال له الملك: أتعلم لماذا أحضرتك؟ فقال الحكيم: لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. فقال له الملك: لقد أحضرتك لأقتلك وأعدمك وأزهق روحك. فتعجب الحكيم رويان من تلك المقالة غاية العجب، وقال: أيها الملك لماذا تقتلني، وأي ذنب بدا مني؟ فقال له الملك: قد قيل لي أنك جاسوس، وقد أتيت لتقتلني، وها أنا أقتلك قبل أن تقتلني. ثم إن الملك صاح على السياف وقال له: اضرب رقبة هذا الغدار وأرحنا من شره. فقال الحكيم: ابقني يبقيك الله، ولا تقتلني فيقتلك الله. ثم إنه كرر عليه القول مثل ما قلت لك أيها العفريت، وأنت لا تدعني بل تريد قتلي. فقال الملك يونان للحكيم رويان: إني لا آمن إلا إن قتلتك، فإنك أبرأتني بشيء أمسكته بيدي، فلا آمن أن تقتلني بشيء أشمه أو غير ذلك. فقال الحكيم: أيها الملك أهذا جزائي منك؟ تقابل المليح بالقبيح؟ فقال الملك: لا بد من قتلك من غير مهلة. فلما تحقق الحكيم أن الملك قاتله لا محالة بكى وتأسف على ما صنعه من الجميل مع غير أهله. ثم إن الحكيم قال للملك: أيكون هذا جزائي منك فتجازيني مجازات التمساح؟ فقال الملك: وما حكاية التمساح؟ وهنا أدركت شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. بكرة قصة جديدة، تصبحوا على خير.